السلام عليكم الشباب. الا كنتي اول مره غادي تقرا الاقتصاد والتسيير فراه غادي تفاجئ بواحد الكم الهائل ديال المصطلحات والكلمات اللي عمرك قريتي عليهم، ومن بين هاد الجوج ديال المواد المهمه كاين الماكرو اي ميكرو ايكونومي. راه معك مازي البودكاست، وفي هذا الفيديو غادي نشرح لك الفرق بين الميكرو ايكونومي والماكرو ايكونومي وغير بالفن. وما تنساش دير ابوني لاشين، ضغط على الجرس باش يوصلك الجديد، وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش تعمل فائده. الميكرو ايكونومي هو العلم اللي كيهتم وكيدرس بالتدقيق الكونسوماتور والبروديكتور. غادي تقرا كيفاش كيتحدد الثمن في السوق، كيفاش كيخدم السوق، غادي تقرا على العرض والطلب، المصطلح ديال الانتاج لا برودكسيون، التكاليف والمنافسه. الا كنتي من الناس اللي كيسولوا علاش الحليب طلع الثمن ديالو في السوق ومهتم بالتغيرات المستمره اللي كتوقع في السوق، هذا هو التخصص اللي غادي تلقى فيه راحتك، غادي يناسبك وغادي يجاوبك على جميع الاسئله اللي عندك. واش فيت لك سولتي راسك علاش البيض كيرخص في الصيف والعكار كيكثر عليه الطلب في وقت الازمات؟ الغوج على لافغ. شنو اللي كيخلي من القرعه ديال الماء تباع عند مول الحانوت ب3 دراهم وفي مطعم راقي ب50 درهم والناس كتشريها؟ علاش العالم كامل كيجري باش يشري نونوس خايب وكيوت في نفس الوقت وسميتها لابوبو؟ كيفاش ممكن انك تزيد من العدد ديال الخدامه ورغم ذلك الانتاج كينقص؟ ايوا جي نغوصو في واحد من اعماق الاقتصاد ونتعرفوا على علم سميتو لا ميكرو ايكونومي ولا الاقتصاد الدقيق. الميكرو ايكونومي ماشي علم ديال الارقام بوحدهم، هو علم ديال القرار، كيركز على الفرد والمقاوله، كيدرس كيفاش كيقرروا وكيفاش كيتفاعلوا في السوق. اول حاجه غادي تقراها هي لا لوا د لوفر اي لا دوموند. كتفهم علاش ملي كيكثر العرض كينقص الثمن وملي كيكثر الطلب كيطلع الثمن. مثلا فاش الحليب كينقص من السوق وكيتزاد عليه الطلب، من الطبيعي ان الثمن ديالو يطلع، ولكن كاين بعض المنتوجات اللي لا طاح الثمن ديالهم كينقص عليهم الطلب. قانون العرض والطلب هو نظريه كتشرح التفاعل بين الكونسوماتور والبروديكتور. هاد النظريه كتعطيك العلاقه بين سعر السلع معينه والثمن اللي الناس مستعدين يخلصوه بالمقابل. يعني كتحدد لنا بطريقه عقلانيه القيمه ديال المنتوج في عين المستهلك. وهذا علاش غادي يقولوا لك الا جاك الغلا في السوق ما تشريش، راه الثمن غادي ينزل بشكل تلقائي. وهاد النظريه كيف ما سبق لي وقلت كيتحكموا فيها جوج ديال القوانين، قانون العرض وقانون الطلب، وهما اللي كيتفاعلوا مع بعضهم باش يعطيونا السعر الفعلي للمنتوج ولا السعر اللي المستهلك قابل يخلصه لذاك المنتوج. كتدخل من بعد العالم المقاوله وكتقرا على الانتاج لا برودكسيون والتكاليف لو كو والربح لو بروفي، وكيفاش كتحسب المقاوله التكلفه ديال كل منتوج، وكتعرف واش خاصها تنتج اكثر ولا تقلل من المنتوج ديالها وفوقاش تخرجوا باش يتباع في السوق. وهنا غادي تشوف بان المنافسه ماشي خايبه، وغادي تقرا على مجموعه ديال الانواع د السوق اللي كنقولوا بان فيه سوق المنافسه الكامله اللي هو لا كونكورونس بور اي بارفيت. عندنا السوق اللي فيه المونوبول، هذا كيكون فيه الاحتكار، واحد اللي كينتج وكيبيع لكل شيء. السوق ديال المنافسه الغير الكامله هنا كنتكلموا على لوغوبول، لا كونكورونس امبارفيت. المهم غادي تدرس جميع الانواع ديال السوق الممكنه وجميع العلاقات اللي ممكن يكونوا بين الشركات اللي عندهم نفس المنتوج وكيستهدفوا نفس المستهلك. ومن بعد كتقرا حتى كيفاش المستهلك كيتصرف، سكون ابل لو كومبورتمون دو كونسوماتور، وشنو اللي كيأثر عليه، الثمن، الذوق، الدخل. غتشوف واش المستهلك دائما كيكون عقلاني ولا كيحركوه المشاعر ديالو. شنو اللي خلى هذا الاهتمام كامل يكون على المرأة؟ حتى هذه غتفهمها مزيان. في الميكرو ايكونومي كتولي كتفهم العمق ديال اي قرار اقتصادي صغير ولا كبير. هاد الماده كتأسسك كمستشار اقتصادي صغير وكتخليك تشوف السوق بعيون جديده، ما فيهم لا عشوائيه لا فوضى. غتلقى بان دائما كاين واحد المنطق اقتصادي وحساب عقلاني. هي فاش كنشرحوها بهذه الطريقه الممتعه راه كتجي سهله، وني خصني نضيف لك بان هذه الماده راه كتحمق الطلبه اللي ما عندهمش مع الماط، حيت هادشي كامل اللي تكلمنا عليه كيتدرس بديزيكواسيون ماتيماتيك وبدي فونكسيون ودي ريبريزونطاسيون غرافيك، كلشي بلا ماط ابن عمي. هذا علاش ديما كنقولوا نعاود، باش تدرس الاقتصاد وتكون متفوق فيه خاصك تفكر بمنهج علمي محض. ودابا غادي ندوزو للماكرو ايكونومي، وهذا مختلف تماما، حيت هنا كندخلوا في الاقتصاد ديال الدول وكنتكلموا على النمو، على البطاله، التضخم، السياسه الماليه ديال الدوله. وإلا كنتي كتبغي تفهم كيفاش الدوله كتخطط للميزانيه، منين كتجيب الفلوس، فين كتصرفهم، هذه هي الماده اللي غادي ترتاح فيها وتجاوبك على جميع الاسئله اللي عندك. هاد الماده هذه كنحسوا بها قريبه انها
كمواطنين وكتجاوبنا على بزاف ديال التساؤلات اللي كنعيشوهم في حياتنا. واش عمرك سولتي راسك مثلا علاش الدوله كتستورد اكثر ما كتصدر، وعلاش عندنا واحد المنتوج في بلادنا وقادرين ننتجوا منه بكثره ومع ذلك كنستوردوه؟ علاش كتوقع الازمات الاقتصاديه، وعلاش كاين ناس بلا خدمه مع ان البلاد فيها مشاريع؟ ايوا هاد الاسئله وغيرها كلها غتلقى الجواب عليها في الماكرو ايكونومي. هنا ما بقيناش في الجزئيات، في العرض والطلب ديال الشركه وديال الفرد، لا، دابا غادي نطلعوا للفوق وغادي نشوفوا الصوره الكبيره ديال الاقتصاد ديال الدوله كامله. اول حاجه غتركز عليها هنا هي النمو الاقتصادي ديال البلاد، لا كرواسونس ايكونوميك، وتشوف كيفاش الدوله كتكبر. غادي تشوف كيفاش كيتحرك الانتاج، واش كاين تقدم ولا الاقتصاد واقف. ومن بعد وشويه بشويه غادي تبدا تدخل المفاهيم اللي ثقيله، بحال فاش نتكلموا على البطاله، علاش الناس ما خدامينش، كيفاش نلقاو لهم حل، كيفاش ياثر لنا البطاله ديالهم على الاقتصاد ديال البلاد. غتفهم حاجه اخرى اللي هي التضخم، علاش كيطلع الثمن ديال المنتوجات كاملين دقه واحده، واش الفلوس ممكن تطيح القيمه ديالها. هاد الجوج ديال المصطلحات الشوماج والانفلاسيون حقيقه بهم تنحكموا البلاد وبهم كنرضيو الشعب. الا كنا شادين الجام ديالهم امورات تمشي بخير، الا فلتنا كل شيء غيضيع. غتشوفوا الناتج الداخلي الخام البي اي بي، شحال كتنتج الدوله في السنه، وهذا هو الرقم اللي كيكون بحال القلب النابض ديال الاقتصاد. وغتقرا حتى شويه ديال السياسه، وهنا السياسه الاقتصاديه، غتشوف السياسه الماليه البوليتيك بودجيتير، وتشوف فين كتصرف الدوله الفلوس ديالها، شحال كتدخل وشحال كتخرج. غادي تدرس حتى السياسه النقديه سي البوليتيك مونيتير، وهنا غادي تشوف كيفاش بنك المغرب كيتحكم في سعر الفائده، كيفاش كنتحكموا في الفلوس وفي السيركولاسيون ديال العمله ديالنا، كيفاش بعض الدول كطيح من القيمه ديال العمله ديالها باش الاقتصاد ديالها يزيد يتقوى. واش عمرك سمعتي عجز الميزانيه ولا الدين العمومي، الازمه الاقتصاديه؟ في الماكرو ايكونومي كتولي كتحلل هذا الشيء وكتفهم شنو واقع في العالم من وراء الارقام والعناوين. غتقرا كذلك على الدورات الاقتصاديه ولا سكون لابيل لو سيكل ايكونوميك، وتعرف بان اي حاجه في الحياه راه عندها واحد لو سيكل دو في، عندها واحد الوقيته اللي كتطلع فيها، واحد الوقيته اللي كتكون في القمه، ومن بعد راه كاين الهبوط وكاين الانهيار. غتشوف كيفاش الدوله كتحاول تسير الازمات، وغالبا غادي يكون في خبارك بان حتى الدوله راه ممكن دير فايت، ديكلاري فايت، دير الافلاس، وبحال الشكل اللي واقع في لبنان حاليا. ما كتبقاش غير في الاقتصاد ديال بلادك، ولكن كتقرا حتى بلادك والعلاقه ديالها مع البلدان، مع العالم. وهنا فين كتقرا العلاقات التجاريه بين الدول، وكيفاش كيتاثر المغرب مثلا بازمه في امريكا ولا في الصين ولا في حروب بين اوكرانيا وبين روسيا ولا ما يقع في الشرق الاوسط، وشنو هو الدور ديال المؤسسات الدوليه بحال لو ام سي والاف ام اي. في الماكرو ايكونومي كتولي بحال مهندس اقتصادي، وكتفهم كيفاش كيتبنى الاقتصاد ديال الدوله، وكيفاش القرارات ديال الدوله كتمس الحياه ديال المواطن البسيط. المهم باش نجيك من الاخر، لا ميكرو ايكونومي ماشي علم ديال النخبه، راه علم اللي كيهم كل واحد فينا، حيت كاملين كنبغيو نعرفوا علاش كيتزاد الثمن ديال الخبز، علاش الحياه كتولي غاليه، وفاش كتسمع على العجز ولا على الزياده في الضرائب. راه هادشي كيتقرر من عند الدوله، انه كيأثر على حياتنا حنا كمواطنين وحنا اللي كنخلصوه. يعني الا كنتي كتسول على كيفاش كتمشى البلاد، فراه الماكرو ايكونومي غادي يعطيك الجواب. ولكن خصني نزيدكم بان راه واخا هادشي هكا كيتفهم، ولكن باش كنجيو نقراوه راه ضروري كنقراو بالحساب وبالرياضيات، وهنا فين غادي تحتاج لي ستاتستيك ابروفوندي. كنتمنى ان يكون ليكسبليكاسيون وصلاتكم كيف ما قلت غير بالفن، وعرفتوا لنا مزيان الفرق بين الماكرو ايكونومي والميكرو ايكونومي، باش الا بغيتي دير تخصص في الايكونومي تكون على الاقل عارف على ايش داخل. فكنتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولا عندكم شي اسئله خليهم في الكومونتير، وملقانا فيديو ماجي ان شاء الله. مع السلامه.